استقبل اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون الرئيس المدير العام لمجمع ستيلانتس الجزائر لبحث تطورات تصنيع سيارات فيات بالجزائر. واستمع الوزير علي عون إلى عرض مفصل حول نشاط تصنيع السيارات السياحية والنفعية لعلامة فيات في الجزائر، وكذا مدى تقدم أشغال إنشاء وحدات التلحيم والقولبة وطلاء السيارات، كما تطرق الطرفان إلى اتفاقيات مع الموردين والمناولين المحليين من أجل بلوغ نسبة الإدماج المقررة في دفتر الشروط المتعلق بممارسة نشاط تصنيع المركبات. وأكد الرئيس المدير العام للمجمع المحور المتعلق بتشغيل اليد العاملة الجزائرية والعمل على تكوينها حسب المعايير الدولية في هذا المجال. ويشغل المصنع حالياً أكثر من 1000 عامل تم تكوين عدد كبير منهم حسب ما أورته وزارة الصناعة. وشدد الوزير من جهته على ضرورة الرفع من القدرات الإنتاجية للمصنع بهدف تلبية احتياجات السوق، مع استعداد الوزارة لمرافقة هذا المشروع وتذليل جميع الصعوبات التي تعترضه من أجل تحقيق الأهداف المسطرة. وفي مايو الماضي بحث عون مع وفد من مجموعة ستيلانتس مستجدات مشروع فيات لتصنيع السيارات في الجزائر، وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أنه سيتم رفع معدل الإنتاج من أجل بلوغ الهدف الذي تم الالتزام به، وهو إنتاج 40 ألف مركبة نهاية سنة 2024 لتصل إلى 90 ألف واحدة مع نهاية 2026.